وسهلا سيد سامي. سيد مازن، شكرا لك. ولو سامي تفضل. والله ما كان في داعي تعذب حالك، أسابك داخل يا زلمة. خليك يا رب. تفضل سيد سامي. شكرا. طمني عليك انت سيد مازن، شو اخبارك؟ والله الحمد لله كله تمام، انت طمني شو اخبارك؟ تمام ماشي الحال الحمد لله، الله مفضل. الحمد لله. صار معك شيء مشان الشغل؟ الحقيقة للأسف لا، يعني أخي مو فاضي بصراحة. يعني الحقيقة إنه أنا بحس حالي صاير عالي عليه. يا سيدي ان شاء الله خير. قال حاول الاقي لك شغل، بس مو شرط تكون نفس الشغل اللي انت بتشتغله بالشام. مو مهم يعني حتى لو كان غير الشغل، يعني إذا كان الشغل منيح وبقدر أساويه يعني ما في مشكلة. ان شاء الله خير. الله يخليك، يعني أنا بتشكرك كثير، عم عزبك معي الله يخلينا إياك. اي والله عم تعذبني كثير. يا زلمه الله يسامحك، شراب احنا اولاد بلد وحده يا زلمه، شو عم تحكي؟ إذا عم يصير ببلد شيء كثير محزن صدقني. يعني العالم متعذب كثير. برأيك مين المسؤول؟ ما بعرف المسؤول، اللي بعرفه انه البلد هلا متدمره، ما في حدا عم يقدر يداوي الشرحه، هذا اللي بعرفه. لا في مين يداوي الجبال؟ نحن. شلون نحن يا زلمه؟ لك اذا رجال الحرب والسياسه ما عارفانين يحلوها، بدنا كان نحن نحلها. ايه نحن. المشكلة فينا، المشكلة هون بقلوبنا. نحن صفينا مريضين. العالم مو مثل قبل. العالم قبل كانت تحب بعضها تدير بالها على بعض. هلا شو؟ سامي، لو نحن نضاف كنا لقينا مليون حل للمشكلة اللي نحن فيها. بس للأسف كل واحد عم يدور على الحل اللي بيناسبه لإله، مو الحل اللي بيناسب البلد. حكيك فيه وجهه نظر، بس الموضوع اعقد من هيك. يعني انت حكيت صح انه العالم صايره تحب مصلحتها، تبدي مصلحتها بالمقام الاول، بس مو الكل. يعني في ناس تورطت، في ناس انضرت هيك. يعني أنا على سبيل المثال ما كنت مضطر إني أطلع من البلد وسافر وهاجر وأترك الشام وبلدي وناسي، بس لأنه شغلي وقف وحالي صار عدم. يا مازن إذا بدي أحكي معك بصراحة بشكل منطقي، بدي أقول لك إنه البلد ما عاد ترجع بعد 15 سنة، هذا إذا رجعت. يا أخي غلط، والله غلط تحكي هيك يا سامي. يعني إذا بدنا نضل عم نقول إنه البلد ما حترجع، فعلا ما حترجع ولا ب100 سنة. يا أخي نحن لازم نكون عنا أمل، يكون عنا إيمان بالله، نكون صبورين، نفكر بعقلنا. صحيح مسارنا قبل ما تدوب البلد، نحن قاعدين عم نتفرج وعم نطلع بإيدنا نعمل شيء. على فكرة أنا عم بقصد الشغب، مو بس الجهات اللي عم تصارع بسوريا هي اللي بتتحمل المسؤولية. هلا كنت عم قلك إنه العالم ما بتحب بعضها، ما لها لبعضها، كل واحد راكد ورا مصلحته ولاغي مبادئه وأخلاقه ودينه. لو كانت الناس بتحب بعضها كانوا قدروا يستوعبوا بعضهم. حتى الفئات المتخاصمة بالبلد كانوا قدروا يتوحدوا ويرجعوا يعمروا البلد. مازن شغلة مو شغلة تحب الناس لبعضها وبس، بظل هالظروف في عالم تيتمت، في عالم خربت بيوتها، كيف بدك تهدي هدول العالم؟ العالم مجروحة دمها هلا عم ينزف، أكيد ما حيفكروا بطريقة لحتى يتعايشوا بشكل سليم، أو إنهم يهتموا ببعض ويحبوا بعض. فبقى مو العالم السبب هو شيء خفي نحن ننشله وبس. خلاص روق خلاص غيرنا الموضوع. العاب نشوف دور مين كان. والله ما بعرف. خلاص بلا قوم نشرب لنا كاسة شاي وبعدين نروح شو مشوار. مرحبا. سامي احنا شو وين رايحة؟ السلام عليكم. أهلين. كيفك؟ تمام. شو وين كان؟ هو عنده واحد رفيق. خير إن شاء الله. طيب على كل حال أنا هي نسخة عن المفتاح. تسلم ايديك. الله يسلمك. Agrícola
3 أطفال جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة على طريق الواصل. يا اخي انت بدك تضل تعذب حالك كل ما تتفرج على التلفزيون؟ تتفرج على غنية، فيديو كليب، مسلسل، مو على اخبار. والله هذا حكي اللي عم تحكيه انت. ايه طبعا حكي، طبعا حكي. انت هلا هون مالك بسوريا، لك اخي انسى كل شيء هونيك. شو دخل اذا هون لما بسوريا؟ شو بدي انسى؟ انسى ارضي وعائلتي وناسي. ايه انسى، انسى. انت هلا هون بالسعودية، بدل ما تتفرج على العاك الفاضي روح انزل دور على شغل احسن ما انك قاعد حاطط الحزن بالجرم. لا هذا بالنسبة لك صار علاج فاضي؟ والله غريب انت. ارواح الناس بالنسبة لك صارت علاج فاضي؟ انا بعرفك مصلحجي وما تفكر غير بحالك، بس مو هالدرجة حيوان. العملية أسفرت عن إيقاع العديد من الإرهابيين قتلى ومصابين.